كتابيفاي، كتابك المسموع. اش واقع؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معنا في هاد الغطيسة ديالنا في شي ورقات جداد. كاين واحد السؤال كلنا سولوه لينا وحنا صغار، كتفكروه؟ اش باغي تولي ملي تكبر؟ بصح سؤال كلاسيكي، والجواب راه ماشي ديما ساهل ياك، وكيعتس بزاف كيفاش الواحد كيشوف الفلوس والحياة بصفة عامة. اليوم بغينا ندردشو شوية على حساب هاد المصادر، على شي 4 ديال الطرق زعما كيفاش الناس كيدخلوا الفلوس. ايوا، وكل طريقة كيفاش عندها الناس ديالها تفكير ديالها الخاص. مهم نفهموا هاد اللعبة ونشوفوا كيفاش نستافدوا. وقبل ما نبداو، إلا بان لكم هادشي مهم وبغيتو يوصلكم الجديد ديما، ديك الجرس تما وركوا عليه وديروا اشتراك، سهلة مهلة. يلا الفكرة زعما راه ماشي شي حاجة معقدة. قول بحال يلاه كاينين 4 ديال الأركان، أو لا 4 ديال الأنواع د الناس، كل واحد وكيفاش كيدخل رزقه. نبداو بالنوع الأول اللي هما الأغلبية، الموظفين اللي كنرمزوا لهم بإي. هادوك هما الناس اللي كيقلبوا على الأمان، الوظيفة الثابتة. بالضبط، الصالير اللي مضمون في الآخر الشهر، الضمان، التقاعد، المهم خدمة مستقرة وصافي. الخوف من داك اش غيوقع غدا كيخليهم يختاروا هاد الطريق. تيقول لك أنا بغيت خدمة ستابل وأمان، هذه هي الهضرة ديالهم. حداهم كاين النوع الثاني اللي خدام لحسابه، المقاول الصغير، حرفي، طبيب عنده عيادة، محامي، نرمزوا ليه بإس. هادوك كيبغيو يكونوا الباترون ديال راسهم، الاستقلالية مهمة عندهم، وتلقاه كيآمن في فكرة حتى واحد ما يدير أحسن مني، الكمال في الخدمة. واخا، ولكن هاد خونا اللي في إس واخا هو الباترون دراسو، ماشي كيبقى هو السيستم كامل، يعني يلاه وقف هو كل شي كيوقف. تماما، هذه هي النقطة. هو خدام راسو نيت، ولكن راه يلاه مرض ولا سافر، المدخول كينقص ولا كيوقف كاع، هو المحل، هو الصنعة، هو كل شيء. فهمتك، يعني ما كيقدرش يبعد بزاف على خدمته. بالضبط، الخدمة مرتبطة به هو شخصيا. اوكي، دابا ندوزو للجهة الأخرى، صحاب الشركات الكبار اللي هما بي. هادو زعما ماشي بحال إس. لا، ماشي بحال. هادو ما كيركزوش على أنهم يديروا الخدمة بيديهم، ولكن كيبنيو سيستم، نظام هو اللي خدام. وكيفاش كيديروا ليها؟ كيقلبوا على ناس كفؤ، ناس اللي يقدر يكونوا احسن منهم في شي مجالات، وكيوظفوهم باش يديروا داك السيستم، كيفوضوا المهام بزاف. يعني العقلية ديالو ماشي نديرها أنا، ولكن شكون اللي يقدر يديرها أحسن مني ونخدموا معايا. كيقلب على الحرية اللي كيعطيها السيستم. باش نبسطوا أكثر، فكر في الفرق بين واحد عنده حانوت كيدير بيتزا خطيرة في الحومة إس، وبين ماكدونالدز مثلا، بي اللي عندها سيستم موحد في العالم كامل وكتبيع الملايين. فهمت، ماشي ضروري الجودة، ولكن السيستم والقدرة على التوسع. هذاك مول السيستم يقدر يمشي يرتاح والشركة خدامة. نيت. والنوع الرابع والأخير هما المستثمرين. هادو شنو؟ هادو فلوسهم اللي خدام عليهم ياك؟ بالضبط، كيستثمر في مشاريع أخرى، عقارات، أسهم في البورصة. المهم الفلوس هي اللي كتجيب فلوس أخرى بلا ما يخدم هو بشكل مباشر. هذه هي اللي كيسميها المصدر طريق للحرية المالية الحقيقية. وهذا الشيء كيفكرني في ديك القصة اللي ذكر المصدر ديال إدوارد وبرنار للقرية. ديال السطولة والقادوس، مهمة بزاف ديك القصة. واحد إدوارد بقى كيهز السطولة ديال الماء كل نهار، تمارة يومية مقابل الفلوس، بحال موظف أو اللي خدام لراسو إس. والآخر برنارد فكر مزيان وخضرب تمارة كتر في الأول، بنى قادوس كيجيب الماء ديريكت للقرية، بحال مول الشركة اللي بنى سيستم بي. في الآخر إدوارد بقى عبد للسطولة، وبرنار ولا مرتاح والفلوس داخلة من القادوس اللي بنى. يعني ماشي شحال كدير ديال المجهود، ولكن كيفاش. بالضبط. وهذه نقطة كيأكد عليها المصدر بزاف، أن التعليم ديالنا العادي غالبا كيوجهنا لديك الجهة اليسرى، يا موظف يا خدام لراسو إس. وقليل فين كيعلمونا كيفاش نبنيو شركة بنظام ديالها بي، أو كيفاش نكونوا مستثمرين إي في الجهة اليمنى. وهذا الانتقال من اليسار لليمين راه ماشي غير معرفة تقنية كتزيدها، راه تغيير كبير في العقلية. خص الواحد يخدم على راسو، على تقبل المخاطرة، على كيفاش يتعامل مع الفشل، تطوير عاطفي وروحي، ماشي غير تقني. إذن الخلاصة اللي نقدروا نخرجوا بها هي أن فهم هاد 4 ديال الأنماط كيخلي الواحد يعرف راسو فين كاين وفين باغي يمشي من الناحية المالية. الأهم هو كيفاش كتدخل الفلوس، ماشي غير شنو كدير كخدمة.
وهذه هي، واش كتبدل وقتك بالفلوس مباشرة بحال الأغلبية، ولا بنيتي شي حاجة اللي كتجيب لك الفلوس واخا تكوني ناعسة؟ كاينة. ونختموا بواحد الفكرة للتأمل. كل واحد فينا يسول راسو، هاد الطريق اللي غادي فيها دابا واش بصح كتوصلني لداك الشيء اللي كنحلم به؟ واش كنبدل وقتي اليوم بشي حاجة اللي غتبني لي المستقبل، ولا غير كنديباني في الحاضر وصافي؟ سؤال مهم. التفكير في هاد الشيء والتعلم المستمر خصوصا في الجانب المالي وتطوير الذات هو اللي يقدر يعاون الواحد يغير المسار ديالو إذا كان باغي بالصح. شكرا بزاف لكم على المتابعة ديال هاد التبركيكة، كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجة. تهلاو في راسكم. تهلاو ونتلاقاو في شي دردشة أخرى إن شاء الله. بسلامة.